هناك 5 عوامل خطورة مهمة لسرطان المعدة. أولاً، النظام الغذائي ونمط الحياة. تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، أو الأطعمة المصنعة، أو الأطعمة المالحة، أو الأطعمة الحارة جداً والمخللة، كلها عوامل خطورة مهمة جداً للإصابة بسرطان المعدة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تدخن أو تستهلك الكحول، فهذه العوامل أيضاً تساهم في تطور سرطان المعدة. ثانياً، بكتيريا الهيليكوباكتر بيلوري. الهيليكوباكتر بيلوري هي بكتيريا مهمة يمكن أن تعيش في المعدة. عندما تبقى هذه البكتيريا في معدتك لفترة طويلة، يمكن أن تسبب تهيجاً مزمناً أو ما نسميه بالتهاب، وقد تحول خلايا المعدة إلى خلايا سرطانية، وهي عامل خطورة مهم جداً لتطور سرطان المعدة. ثالثاً، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة أو أي نوع آخر من السرطانات في العائلة. هذه العوامل قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة، وإذا كان لديك أي فرد من العائلة مصاب بسرطان المعدة، يمكنك إجراء الفحوصات اللازمة. رابعاً، مرض الارتجاع المعدي المريئي المزمن. الارتجاع يحدث عندما يصعد الحمض إلى المريء، مما قد يضر الخلايا وبطانة المعدة والمريء، وقد يؤدي ذلك إلى تحولها إلى خلايا خبيثة. وخامساً، هو السمنة. زيادة الوزن أيضاً قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالارتجاع المعدي المريئي المزمن وسرطان المعدة.